سمحي لي على هذا السؤال، واش ما توحشتيش ماماك ولو غير شويه من بعد كلشي اللي داز؟ واش قلبك ما كيحنش مره؟ فاطمه الزهراء، شكرا لك على التعليق، لان حتى هاد التعاليق بزاف لقيتهم كثارين. واصلا في الاول الفيديو قلت لكم انا غادي نشارك معكم اسئله كما بغات تكون، واخا تكون بعض المرات ما كنجاوبش عليها، ويمكن ما كنجاوبش عليها في مره في حاله الاسئله، ولكن غادي نجاوبك. انا راه قلبي ماشي حجره ولا من الحجر ولا ماشي انسان ولا انا تزاديت من الحديد، ولا راه حنا غير الانسان لحم ودم وعندنا احاسيس وعندنا بزاف المشاعر، وانا بزاف عندي مشاعر قويه وحساسه بزاف. وفوق هادشي هذا كامل، اصعب شعور يقدر يعيشو الانسان هو اليتم، ووالديك مازالين حيين. هو اللي كنعيشو انا يتيمه ووالديا مازالين حيين، ماشي منهم بجوج غير ماما، يعني يتيمه والام ديالي مازال في الحياه. صعيبه بزاف، راه مجرد غير ما كتهضريش نهائيا، ما كتكونش معاك في تفاصيل حياتك بزاف الحوايج، يتم بالنسبه ليا، فهمتي؟ احساس صعيب بزاف، احساس صعيب بزاف. وبيان سور كيجيك الحنان مره، بيان سور كلشي راه اللي في بالكم راه في بالي، راه بيان سور راه بحالي بحالكم ضروري تصالحي مع ماماك. شوفوا انا هاد الاسئله كنلقاهم ماشي بزاف، كنلقاهم بواحد الكثره خطيره، كنلقى بزاف هاد الاسئله وشويه ديال الاسئله واحد اخرين. هاد المره قررت غادي نجاوبكم على هاد الاسئله اللي ديما كتقولوا لي علاش 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 علاش، واش انت لهاد الدرجه، واش انت واخا غادي نقول لكم كاع داكشي اللي في قلبي وفي خاطري. انا واحد الانسانه ماشي خايبه، ولكن تاديت بزاف من اقرب الناس، فهمتوا؟ لان الام ديالك ولا شي حاجه راه هي اقرب الناس ليك، فهمتوني؟ نتوما براسكم حطوا راسكم في بلاصتي وشوفوا حكموا. كاين اللي غيقول نسامح، كاين اللي لا. انا بعض المرات كنكون في شي مجمع كيبقاو يدابزوا غير بعضياتكم، كنكون انا الوسط، وحده كتقول لها نسامح وحده تقول لها ما نسامحش، وحده تقول لها لا هذيك راه كتبقى الام، وحده كتقول لها واخا تكون الام واخا ما عرفت شنو يكون ما ديريش انا بحال هكا. كل واحد رايه في هذا الموضوع، كل واحد وقراره في هذا الموضوع، وكل واحد وجهه النظر ديالو، ولكن حتى واحد ما من حقه يحكم قبل ما يعيش لا سيتوياسيون ديالي، وحتى واحد ما من حقه يقرر ويهضر كيما قلت لكم يهضر قبل ما يعيش هادشي اللي عشتو انا، فهمتوا؟ لان الام اللي كتكون دارت بزاف ديال الحوايج بلا ما نذكرهم انا هنايا بالتفاصيل، ولكن نتوما راك عارفين اشنو دارت ليا. موضوع كبير اللي باين في الصوره، وكيبقاو بزاف المواضيع صغارين منهم انه الحبس. شوفوا عافاكم ما بغيتش نرجع لهاد المواضيع حيت انا كنحاول نساهم، كنحاول نسي راسي فيهم من الاحسن، ولكن الخلاصه ديال القول من هادشي كامل، علاش ما بغيتيش تصالحي؟ حيت خايفه من الاذى مره اخرى، خايفه من الاذى مره ثانيه. نقدر نتصالح وكل شيء، الله يسامح علينا، ربي غفور رحيم، روينا كاملين داكشي هذا واخا حتى شي واحد دابا مثلا انا ما نقدرش نغلط في ولدي داك الغلط كامل، فهمتوا؟ ولكن دابا المشكله ماشي في هادشي، المشكله هو الخوف من الاذى مره اخرى، فهمتوني؟ لان عاوتاني تيقي لان عاوتاني مثلا انا مصالحه مع الام ديالي، راه ماشي صافي غنبداو نتلاقاو برا الله يعاون صافي غتولي تدخل عندك، تولي تجلس معاك، تنصحك، تخرج معاك، تدخل معاك. غنولي كنخاف من الاذى بشكل اخر، نخاف ناكل شي حاجه، نخاف ندير شي حاجه بحال هكا، كنخاف. انا وليت كنخاف، كنشك راسي تنشك فيه، فهمتوا؟ كنخاف من الاذى مره اخرى. كنتمنى تفهموا هاد الهضره مزيان وتدخلوها لريوسكم، حيت انا تاديت، وما يهضر وما يجرب غير اللي تادى بحالي، وما محقش شي واحد يهضر ويعطي رايه في هذا الموضوع، لان حتى شي واحد ما في بلاصتي انا، وحتى شي واحد ما تشوهات له صورته كيف ما تشوهات لي صورتي انا، وحتى شي واحد ما تطعن في شرفه كيف ما تطعنت انا، وحتى شي واحد ما اتهم داك التهمه الخايبه الخبيثه الخانزه كيف ما اتهمت انا. كل ما كان القضاء اللي نصرنا، ما كان حتى شي واحد غادي يرحمنا في هذا الشيء، وراه كلشي كينعت فينا بداك الشيء، وراه لحد الان كاين الناس اللي ما فاهمينش القصه مزيان وكاينعتوا فينا بداك الشيء، كاين اللي غير سمع تشاش وصافي حسب له داك الشيء راه بصح، فهمتوا؟ يعني شوفوا انا راه تحملت بزاف اكثر من طاقتي، داك الشيء علاش انا كنقول لكم